يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا. عاملين إيه يا رب؟ دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهاردة بقى والأول مرة على اليوتيوب أعمل حلاوة المولد. كل سنة وانتوا طيبين، وتعالوا بقى معانا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بقى، عايزة كل التعليقات النهاردة الصلاة على الرسول وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. هنعمل بقى حلاوة المولد زي ما انتوا شايفين. سألت عليها بره، الكيلو منها وصل ل 200 و 300 جنيه. ليه؟ انا مش عارفة. لأول مرة بقى قلت اعملها كده في البيت بكوبايه سكر واحده. والله العظيم عملت نص كيلو فوليه. عايزه اقول لكم بصوا زي ما انتم شايفين الكميه دي كلها كلفتني 200 جنيه بس. والله العظيم ب 200 جنيه اكتر من 3 كيلو. عايزه بقى اقول لكم ان انا قعدت اقول انا عبيطه قوي، ايه اللي يخليني اشتريها من بره؟ ليه اشتري من بره؟ ليه ما احاولش ان انا اعملها في البيت؟ وفعلا بالفعل عملتها زي ما انتم شايفين، طلعت خطيره. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملنا بقى ايه الحلاوه دي ازاي. اول حاجه بقى معايا نص كيلو سوداني، جايباه من المقله عادي خالص. الكيلو منه كان ب 120 جنيه، يعني جبت نص كيلو ب 60 جنيه. وجبت نص كيلو حمص، الكيلو كان ب 100، جبت النص ب 50. وجبت نص كيلو سمسم من عند اي علاف. الكيلو بقى منه في ناس بتبيعه ب 180 وفي ناس بتبيعه ب 140. انا جبته ب 140، مش عارفه ايه بقى، كل واحد بيبيع بمزاجه بصراحه. يعني جبت النص كيلو ب 70 جنيه. اول حاجه بقى هنعملها ان احنا نجيب صاج عندنا، صينيه، اي حاجه زي ما انتم شايفين، واحط كيس كده نايلون زي ما انتم شايفين، وهدهنه زيت. اهم حاجه خطوه الزيت عشان ما يلزقش. وهجيب بقى ايه، حلتين، طاستين، اي حاجه عندك. زي ما انتم شايفين حطيت كوبايه سكر وكوبايه ميه وعصره ليمونه. ولا بحط سكر جلوكوز ولا بحط اي اضافات تانية. طبعا لو حابه تحطي ميه موارد مفيش اي مشكله، بس انا ما بحبش خالص ميه الموارد للاسف، فما بحبهاش خالص في حلاوه المولد. هنزل بقى بالنص كيلو سمسم بتاعي، لازم يبقى سخن كده. هدي اوطي عليه النار خالص، اهدي عليه النار. والعسل بتاعنا على النار زي ما انتم شايفين بيغلي. هبدأ اقلب في السمسم بتاعي وايدي على فيه على طول، مفيش 10 دقايق بقى مش هنقلب العسل خالص. كوبايه العسل عليها نص كوبايه ميه، مش هنقلبها، هنسيبها تغلي على النار خالص زي ما انتم شايفين لغايه لما يتقل معانا. اوريكم القوام بتاعه. بصوا بقى، انا جبت السمسم بتاعي متحمص، ما جبتوش ابيض لاني بحس ان الابيض مش بيبقاش حلو، فاهمين؟ هنا بقى كنت بختبر المعلقه ميه، كوبايه ميه ساقعه جنبنا هنختبر فيها العسل بتاعنا. بصوا اول ما نحس ان هو بدأ يتكسر معانا وهو يجمد، يبقى كده العسل بتاعنا تمام. هننزل على طول، الخطوه دي مهمه عايزه سرعه. ننزل على طول بنص كيلو السمسم على العسل. حط لايك، بتقول لهم يا عاصم حط لايك لعاصم وشجعوا باللايك الحلو اللي زيكم. هنقلب بقى السمسميه كده زي ما انتم شايفين بالعسل على طول. ننزل بقى في الصينيه المدهونه زيت بالسمسم ونحاول نفرد على طول. الغلطه اللي انا عملتها بقى، لان انا اول مره فعلا اعملها في البيت، ان انا المعلقه بتاعتي ما دهنتهاش زيت، فبالتالي السمسم لزق فيها. دي غلطه طبعا مش هكررها في الخطوه اللي بعديها. هجيب بقى كيس كده برضو مدهون زيت. اهم حاجه ندهنه زيت علشان برضو السمسم هيلزق معانا لو مش مدهون زيت. اي بقى فراده عندك، فراده البيتزا، انا للاسف ما كانش عندي الصغيره عشان افرد بيها، فما كنتش عارفه افرد بايه، فقلت اضغط كده عليها بالهراسه البطاطس او باي كوبايه عندك، وابداي ايه افردي بيها على طول. الخطوه دي مهمه عشان العسل والسمسم ما ينشفش مننا. هفضل اضغط عليها كده لغايه لما اسويها زي ما انتم شايفين. والتقطيعه بقى زي ما انتم حابين تقطعوها مربعات، حابين تقطعوها مستطيلات تبقى طويله، مفيش اي مشكله. هنا بقى سبتها تهدى شويه وهبدا بقى اقطع فيها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها كان خطير. انا عمري ما قلت لكم على حاجه وطلعت وحشه بجد، والله لو كانت وحشه كنت قلت لكم. عايزه اقول لكم ان احنا بنجيبها عندنا، والله جبناها السنه اللي فاتت، ما عجبتني من محل كده حلواني. انا ما اكلتهاش اصلا، ما عجبتنيش خالص. حتى ما بتاكلي السمسميه كده تلاقي فيها زلط، تلاقي فيها طوب، رمله، مش حلوه، مش طعمها مش حلو. هبدا هنا بقى زي ما انتم شايفين ارصها. الحاجه اللي بتبقى معموله في البيت بجد، عايزه اقول لكم ان البيت كله كان فرحان بالنتيجه اللي انا طلعتها. الطعم كان حلو قوي وخطير. وطبعا بيبقى احساس حلو لما تعملي كده حاجه في البيت وتنجح منك، بتبقى حاجه فرحه حلوه قوي ان انت فرحتي ولادك وعملت لهم حاجه حلوه هم بيحبوها بامكانيات بسيطه، ما كلفتناش كتير زي ما بنشتري من بره. يعني الكميه دي زي ما بقول لكم كده، لو وزناها، انا لو عندي ميزان والله كنت وزنتها لكم، بس انا للاسف مش عندي ميزان. طلعت يعني بالويم كده اكتر من 3 كيلو وكلفوني 200 جنيه بس. انا بقول لكم انا سالت على الكيلو بره ب 200 وفي ناس بتبيعه ب 300،
فالسعر غالي قوي بره، وطبعا مش بالنظافه والحلاوه اللي احنا عاملينها في البيت. هنا بقى بنخش على الخطوه الثانيه، هنعمل مع بعض الحمصيه. هننزل بالنص كيلو الحمص بتاعي، والحله التانية حطيت فيها كوبايه سكر ونص كوبايه ميه وعصره ليمونه. ما بحطش اكتر زي ما قلت لكم، اكتر من كده. حابه تحطي باكيت فانيليا مفيش مشكله، حابه تحطي ميه ورد مفيش مشكله، من غير جلوكوز من غير اي حاجه. طلعت متماسكه وحلوه وخطيره. هنسيب طبعا العسل معانا يتقل زي ما قلت لكم. هنختبره بكوبايه ميه ساقعه جنبنا، هناخد حبه في المعلقه كده ونختبره، هنلاقيها اتجمدت زي ما انتم شايفين كده وتقدري تكسريها، يبقى هي كده تمام. ننزل على طول بالحمص بتاعنا، هنقلب بسرعه عشان كل العسل والحمص يتخلطوا مع بعض ويبقوا متماسكين مع بعض، كله يشرب من بعضه تمام. هنزل عليهم برده في نفس الصينيه بنفس الكيس اللي دهناه زيت، هدهنه زيت تاني طبعا، وافرد عليه الحمص بتاعي، واحاول افرد كويس جدا واسويها. وطبعا هحط السكر، هحط الكيس بتاعي من فوق زي ما قلت لكم، وهكون دهناه زيت، وابدا بقى افرد معايا بالفراده بالهراسه زي ما انا عملت. الجيش قال لك اتصرف. اي حاجه بقى عندك حاولي تفردي بيها زي ما انتم شايفين كده، وتساوي الاطراف وتسيبيها مفيش 10 دقايق تهدى بس، مش اكتر من كده، وتبداي تقطعيها. هتبقى معاكي حلاوه المولد بالشكل والطعم والحلاوه اللي احلى والله العظيم، اقسم بالله احلى ما كنت بجيبها من المحلات. والله كانت طعمها احلى من المحلات. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، هبدا بقى اقطعها. هي طلعت بقى معايا مربعات كبيره شويه. حاولي انت بقى على قد ما تقدري تسويهم تبقى بحجم بعض، يعني حابه زي ما قلت لك تعمليها مكعبات، حابه تعمليها بالطول زي ما انا عملتها كده بالطول، مفيش اي مشكله. الشكل اللي انت حباه ممكن تعملي بيه وتقطعي بيه. يلا بقى مستنيه ايه؟ قومي فرحي ولادك بكوبايه سكر واحده، واشتري نص كيلو بقى فول، الفوليه من عند المقله، الحمص، السمسميه، شوفي انت بتحبي ايه او ولادك بيحبوا ايه، وبكوبايه سكر واحده هتعملي الجمال ده. تعملي كميه حلوه قوي. النص كيلو والله طلع لي كميه حلوه قوي زي ما انتم شايفين. بصوا النص كيلو سمسم طلع لي كميه قد ايه، وبرده الحمصيه بنفس الحجم طلعت لي كميه كبيره بكوبايه سكر واحده. اقسم بالله طلعت كل الحلاوه دي والجمال ده كله. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لي لايك حلو، اللايك بيفرق معايا جدا. اكتبوا لي كومنت حلو، وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات، وقولوا لي بقى اللي يجربها يكتب لي في التعليقات عملت ايه، نجحت معاكم ولا لا. مستنيه تعليقاتكم الحلوه اللي هتقولوا لي فيها عملت حلاوه المولد. هننزل بقى بالكوبايه الثالثه، كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، عصره ليمون عشان نعمل الفوليه. هننزل بقى بالسوداني، طبعا السوداني كنت جايباه بقشره قشرته طبعا، ونزلت عليه بقى في الطاسه. قلت لكم زي ما قلت لكم لازم يبقى سخن، فاهمين؟ يعني نوطي النار خالص عليه ويبقى دافي. هنا كنت بختبر العسل مفيش 10 دقايق بالظبط، وكان خلاص زي ما انتم شايفين اتعمل معانا. هنزل على طول بالفول بتاعي واقلب بسرعه كده زي ما انتم شايفين، ونفرد برده في نفس الصينيه. الكيس اهم حاجه ندهنه زيت، دهنه بسيطه كده علشان نعرف نطلع الفوليه من الصينيه. هنبدأ نفرد بنفس الطريقة ونفس الخطوات الفولية بتاعتنا. امانه عليكم بقى ما تنسونيش في اللايك، شيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان يستفيدوا. عايزه اقول لكم اللايك بيفرق معايا. تشاهدوا الفيديو للاخر، ربنا يكبر بخاطركم ويسعد قلبكم ويفرح قلبكم، علشان ده برضو بيساعدني. انا والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا بتعب في الفيديوهات جدا وبتعب في التصوير. انتوا ممكن الفيديو قدامكم ما ياخدش 10 دقايق، بس انا بكون في المطبخ، يعني ببقى قاعده 3-4 ساعات عشان اطلع لكم الفيديو، ولسه في مونتاج ولسه في حاجات كتيرة قوي انتوا ما تعرفوش خلف الكواليس زي ما بيقولوا. فشجعوني كده وادعموني بلايك وشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان يستفيدوا، واكتبوا لي بقى كومنت حلو كده، وقولوا لي ايه رايكم بقى في الحلاوه اللي احنا عملناها النهارده دي. وعايزه اقول لكم اني اول مره اعملها في حياتي، وطلعت زي ما انتم شايفين بالجمال والحلاوه دي. وهنا كنت بقطع الفوليه بتاعتي برده، سبتها تهدى 10 دقايق وبدات اقطعها زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى شويه تهدى واقوم مطلعها. هنا بقى الخطوه الرابعه دي كانت اضافه من عندي كده. نزلت بنص كوبايه سكر او كوبايه الا ربع، لان انا كان عندي زي ربع كيلو كده من السنه اللي فاتت من حاجات رمضان، عين جمل على لوز. فمسكتهم بقى كده، اديتهم تشويحه، سخنتهم وعملتهم بنفس الطريقه. قلت بقى اعملهم بقراص كده زي ما بنجيبها من بره، وقلت اجرب
وطبعا كان بدأوا، حسيت ان هم ايه، بدأوا يعني زي ما يكونوا دخلوا في الكمكمه كده، هيكمكموا معايا. فقلت ليه يا حرام انا افضل راكناهم في التلاجة، طب ما انا اعملهم اقراص كده حلاوه المولد. وعايزه اقول لكم طلعوا حلوين قوي. حطيتهم بقى في غطا بطرمان كده، يكون الغطا البلاستيك بتاعه جامد، او لو عندك عارفين قوالب الهمبرجر ممكن تعملي فيها القالب بتاع الهمبرجر. فانا بقى ما كانش عندي بصراحه، عملت في الغطا بتاع البطرمانات اللي عندي، غطا كان تقيل كده، حطيت فيه زي ما انتم شايفين في كيس، ودهنت الكيس زيت وسبته بقى ايه عشان يبرد. وعاصم بيقول لكم حطوا لايك، شجعوا عاصم كل شويه يخش عشان يقول لكم حطوا لايك. وهنا ملك اللي قالت ايه، انا اللي هفتح الاقراص دي، لان دي فكره ملك بصراحه، هي كانت نفسها في حاجه زي دي، فقالت لي فيها ايه ما تعملي لنا يا ماما. قلت لها والله لا اعملها لكم، كان زي ما قلت لكم انا عندي شويه كده، قمت طلعاها وعاملاها. هنا بقى كانت بتفكهم، هي بتخرجهم من غطا البطرمان وطلعوا. احطوا لايك تاني لعاصم شجعوا عاصم بلايك. بص بقى المنظر، عايزه اقول لكم ان هي تحفه. شوفوا بقى القرص ده بيتكلف كام بره بمبلغ وقدره. عملت 3 اقراص اهو زي ما انتم شايفين، من بواقي عندي من رمضان اللي فات. لا عملت 4 اقراص مش 3، عملنا 4 اقراص. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، بجد خطيره خطيره خطيره. استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ يلا بقى اعملوا لي، طلعوا لي الفيديو ده، عايزاه يطلع ترند كده، شجعوني بالله عليكم. شاهدوا الفيديو للاخر، شيروه لكل اصحابكم زي ما قلت لكم، وخشوا جربوا الوصفه دلوقتي. يلا انا مستنياكم تقولوا لي ان احنا ده عملنا حلاوه المولد في البيت، ما اشتريناهاش من بره خالص. عايزه اقول لكم توفير التوفير بجد، اي حاجه نعملها في البيت بجد بتطلع موفره وحلوه قوي. وزي ما انتم شايفين الكميه طالعه ازاي، يعني الصينيه دي لوحدها تتحط في علبه 2 كيلو، والله دول زياده عن 3 كيلو ونص، والله زياده عن 3 كيلو. الحاجه دي كلها كلفتنا زي ما قلت لكم 200 جنيه، كلفتناش حاجات كتيره. بصوا هنا كنت بكسرها لكم، بصوا اتكسرت حلوه قوي، مقرمشه وخطيره، والطعم حاجه نظيفه كده، حاجه تحفه بجد. يعني المنظر لوحده بيتكلم. ايه رايك في حلاوه المولد يا عاصم؟ قول لهم يلا. حلوه 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 حلوه. قول لماما ايه، تسلم ايه، تسلم ايدي حبيب ماما وقلب ماما. حطوا لايك، حطوا لايك لعاصم بقى وشجعوه، قولوا له ان انتوا عملتوا حلاوه المولد في البيت. الحاجه لما بنعملها في البيت بتبقى انضف واحلى واوفر بكتير. طبعا الوقت اللي احنا فيه محتاجين حاجات موفره، لان طبعا صعب علينا، الدنيا بقت صعبه جدا والمصاريف بقت غاليه جدا، فلازم نعمل كل حاجه في البيت عشان نوفر. يلا بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد، هتوحشوني يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.